خضر محمد عزة من راس العين قرية مجيبرة. السكن الأساسي راس العين قرية مجيبرة. اتصل بي أخوي إبراهيم محمد عزة، طلب مني شغل. طبعا حكى معايا أول مرة السلام وشي، طلب مني إنه أصور له مواقع للرفاق هنا. هو ساكن براس العين، يشتغل مع واحد بالميت التركي اسمه إسماعيل جيدو. طلب مني إبراهيم إنه صور لي مواقع قادي، بدي منك مواقع مثل إيش؟ عطاني يعني مثل إيش المواقع. دقق أهم شيء على تشبة الترك، مواقع تشبة الترك. صورت له كم موقع، يعني صورت له أكثر من موقع. أرقبة تبع تل تمر، تل قوران، تل مساس، هذا صورت له. بعث لي صور للرفاق، سألني منو الرفيق هذا ومنو الرفيق هذا. طبعا أنا عرفته وقلت له هذا فلان، أنا ما عرفته ما قلت له عليه. طلب مني تصوير سيارة لأحد الرفاق بتل تمر. قال لي حاول تصور لي السيارة طبعا مع نمرتها. قلت له تمام. المهم صورت له السيارة، بعثت له الصورة. بعدها طلب مني انه شغل لي عالم معاك قادي. شفت له كم واحد انت شغلهم معاه، مثل بشير واحد منهم، شاب صديقي اسمه بشير. المهم آخر فترة قال أن شغلكم ضعيف، بدي أنه بهالفترة هاي تحاولون تجمعوا لي معلومات وتشتغلوا لي شغل أحسن من هذا. قلت له تمام. المهم المقابل، قال المقابل على شغلكم نعطيكم مثل ما تقول مقابل. قلنا تمام. المهم تعرفت زاد على شخص زاد يشتغل معاهم قادي، مع إبراهيم ومع ماهر، اسمه محمد العمر من قرية الأسدية أبو راسين، تابع لأبو راسين. التقيت مع محمد قعدنا يعني هو زاد تاني نشتغل. قال لي انه جاي اشتغل مع شخص براس العين وجاي اشتغل مع شخص بعدلب. قلت له شنو المطلوب من الشخص هذا، شنو بده؟ قال الشخص هذا طبعا بده تصوير مواقع سيارات الروس، على كل صورة 10 دولار يعطي. وبده ضرب حواجز وما ضرب حواجز. قلت طيب معلش ضرب حواجز بإيش؟ قال أول مرة إنه نصور الشغلة هاي، أول مرة بدنا نصور له تا يصير بيناتنا ثقة يعني إحنا هو. قلت له تمام. المهم ضلينا فترة ما اشتغلنا مثل ما تقول للشخص هذاك، يعني إنه ما لحقنا نشتغل له. وهذا هو رحت أني وبشير على قرية الطويلة بفتحة نفق بقرية الطويلة. طبعا أني قلت لبشير قبل فترة، قلت له إنه أريد أصور أنفاق، إنه بشير هو يشتغل من مجال الأنفاق، شوفير على سيارة بالأنفاق. طلبت منه إنه نصور نفق. قال لي بشير تمام، بس صح لي مجال رحت لي غادي على شغلي بالطويلة أخذك معي. بعد يومين جاني بشير، جاني الصبح تقريبا الساعة 8، قال لي جيب هاتفك ومشتروا على الطويلة ياخذ مي للعمال يمكن. رحنا المهم أنا وبشير، شوفني بشير بوابة النفق، صورت فتحة للنفق صورتها، وبعد ما صورناها رجعنا على البيت. هاي كنت ابعثها لإبراهيم إبراهيم أخويا. إبراهيم كان يبعثها لإسماعيل، هذا تابع للميت التركي. تواصلي أول مرة مع إبراهيم أخويا. بعدين بعد فترة إبراهيم عطى رقمي لإسماعيل، إسماعيل صار يحكي معي. طبعا إسماعيل طلبه مثل الطلب اللي كان يطلب إبراهيم، كان يبعث لي صور للرفاق، يسألني الرفيق هذا منه هو. نفس طلبات إبراهيم كان يريد يتأكد من إسماعيل. تل تمر أكثر شيء. طبعا العمل هذا يوعدون إنه حسب شغلنا، إذا قدمت شغل مقابل مثل ما يقول مبلغ مادي، إنه العمل هذا مقابل مبلغ مادي. طبعا ماهر هو يصير جوز أختي. ماهر براس العين موجود بقرية قاطوف. ماهر يشتغل مع الميت التركي مع شخص اسمه سليمان حسكو، يشتغل مع سليمان حسكو، يعني علاقته قوية مع سليمان حسكو. طبعا ماهر وإبراهيم على طول اجتماعاتهم مع بعضهم، ماهر وإبراهيم أخوي، يعني مثل ما تقول شغلهم صاير شغل واحد.
اسمي محمود محمد عزو من راس العين من قرية مجيبرة، مواليد 86. من صار عندي تليفون حكى معي أخوي إبراهيم، بعث لي صورة، عضو من أعضاء الحزب، سألني عن اسمه. طبعا بعث لي اسمه، بعث لي تفصيله، سألني وين سكن، وهذا عضو كمان بالحزب، فما عرفته. بعث لي صورته، قال تعرف الشخص هذا؟ قلت له لا، أول مرة أشوفه. جاءته معلومات من خلايا له أو تابعين لأي شخص، جاءته معلومات عن هالصور هاي، فتأكيد كوني أنا أخوه يعني أكيد راح أعطيه الكلام المضبوط إنه أخوي. تأكيد بعث لي إياها تأكيد. أنا اللي طلبوا مني صور، إنه أكد له الصور هذول، بس أكد له إنه موجودين ولا مو موجودين. كان يطلب صور لقيادات، يبعث لي صور لقيادات موجودة عندي ملف، يعني يبعث لي صور لقيادات. أول صورة بعث لي إياها اللي سألني عن اسمه قيادي بالحزب، بعث لي اسمه، بعث لي صورته، سألني وين سكنوا، فأنا جاوبته نصيبين تركيا. طبعا هو مو من نصيبين، بس هذا اللي عرفته، هاي معرفتي عليه انه من نصيبين تركيا. سألني عن رفيقه جاي جديد على المنطقة، قلت له والله أنا صار طالع من السجن جديد، لسه ما أعرف بحدا جاي في الاسم هذا، لسه ما أعرف. رجع سألني عن رفيق موجود أعرفه أنا قبل، قال لي مستلم الطويلة هذا، قلت له مزبوط. قال لي صورة له صورة عندك؟ قلت له لا والله. حتى قال لي شو عجب من الصورة؟ قلت له مثلا يعني قياديين ما لهم صور، قياديين قليل ما لهم صور يعني بالموضوع هذا. فسألني عن بنت اسمها إمام، ذكرت لك بالجوزلية. قال لي البنت هاي رقمها عندك شيء تقدر تحصل لي رقمها؟ قلت له والله ما أعرف، البنت هاي أول مرة أسمع بها، ما أعرفها. رجع سألني عن قيادي كمان بالحزب، قال لي هذا مستلم العوجة، أول مرة أشوف الصورة هاي، بعث لي صورة أول مرة أشوفها، لسه ما شايفها. قلت له ما أعرف والله، هذا يعني تريد أتأكد لك، يعني حتى الكلام هذا قلته، حتى المصداقية قلت له بدك أتأكد لك. قال إذا قدرت تتأكد لي بس تعرف لي الشخص هذا مستلم ولا لا. الأشخاص اللي أعرفهم مثلا الرفيق البطويلة أعرفه بدون ما أجمع معلومة عنه، أعرفه يعني الشخص أعرفه من المنطقة هذا قلت له ما له صورة بس فلان، هو يعرفه يعني بعث لي اسمه. أما كمعلومات لسه بداية ما حكى معي، أول ما حكى معي فاعتغلت يعني بالبداية، يعني حتى اللي ذكر لي هو بالبداية مقابل إنه ترجع على بيتك وما حدا يحكي معك. يعني أنا لحد الآن ما عرض علي مادية يعني، لأنه مباشر جيت. هو يوصلها الشخص اسمه أبو داود مستلم كتيبة اسمها الملك شاه تابع الجيش الحر. هذا يعني على كلامه هو قال أني اللي الشخص اللي مثلا حاميني والشخص اللي أشتغل معاه اسمه أبو داود. طبعا هاي عدم هم يعني يحددون، أكيد طبعا أكيد تصير استخبارات. أنا أيمن محمد الناصر من مدينة راس العين. في الشهر السادس اتصل علي أخوي، قال في أمانة تأخذها تخليها عندك، يجي شخص يأخذها منك. الأمانة خليها عندك لما يجي شخص يأخذها. في مدينة توينة، ركبت الموتور ورحت إلى مدينة توينة. كان موجودات جوا نفق، يعني نفق مع عبارة هي كبيرة. قمت شلت الكيس وجبتهم معي. جبته عن طريق طلعت من وراء الحاجز عن طريق الدرباسية القديم. جيت على بيتي، وصلت البيت، حكى معي أخوي قال وصلت البيت؟ قلت له إيه وصل البيت. قال موجودة الأمانة فيه، الأغراض موجودات؟ قلت له موجودات. قال افتح لي الكيس، فتحت الكيس صورته. لما فتحت الكيس على أساس إنه طلق، هو فتحت الكيس إنه مو طلق، طلع فيه قنابل. لما قلت له هذا مو طلق قنابل، قال لي شنو؟ قلت له قنابل. قال لي سوي لي إياهم، صورتهم بعتهم له على أساس يجي الشخص يأخذهم. تفاجأ هو بهالشيء هذا. قلت له هذا قنابل، هذا مو أساس طلق.
قال لي خليهم عندك يجي شخص ياخذهم من عندك. دفنتهم حفرت بالارض، قبيتهم بالارض بالبيت مشان ما حد يقرب عليهم. اخوي ثائر الناصر من مدينه راس العين هو اللي بعث لي عن طريق بعث لي الاغراض. ساكن مدينه راس العين. كان زوجتي. رحت انا وزوجتي ما كانت تعرف شيء. لما رحت معها انا وهي ما تعرف كل شيء، رحت جبته وجيت من مدينه التوينه. اسمي أحمد حسين جرجب من راس العين قرية لوذي. مواليد 1983. موظف بالحسكة، اتحاد الفلاحين تبع الحسكين. من قبل ما أمسك تقريبا بشي 6 شهور. قبل ما أمسك بشي 6 شهور حكى معي واحد اسمه حسان من راس العين، هو على مرحبا شلونكم وش حالكم بالبداية يعني. دق علي ويقول لي خيوه والله العظيم إذا ما تعاون معنا أقسم بالله العظيم ألا أصفي أمك وخالك. هنا تخربط الوضع عندي، جو ما عاد أعرف إيش بدي أسوي. زين قلت له خيوه إيش بدك؟ زين ونقول تعاون معنا، إيش تشوف إيش كذا تخبرنا غادي. قلت له خيوه إيش بدك؟ قال والله سمعت إنه خيوه بالدرباسية ما في حدا. بالدرباسية ما في حدا بالمرة. قلت له الحكي كذب، الحكي الدرباسية موجود وهاي أنا بالسوق. قمت صورت السوق من أول التوتية لآخرها. قلت له هاي الدكاكين فاتحة وكل شيء مفتوح، ما في شيء، العالم كله موجودة بالدكاكين. طبعا بعثت له المقطع يعني. بعدها تقريبا زاد شيء 15 يوم ضل نفس العملية. قال والله العظيم أنفذ اللي قلته. راح ثاني مرة لعند خالي نفس الموضوع، صوره بقلب البيت. زين نفس الكلام وعلى أكثر زراد. شلون؟ ماخذينه طبعا، ماخذينه من البيت، ماخذينه يوم وثاني يوم ومرجعينه. والله بعدها إذا ما اشتغل معنا راح أروح أنفذ الكلام اللي قلته لعند أم غادي. زين تقريبا الحكي صار شي شهر، أكثر من شهر بالحكي هذا. قلت له إيش بدك؟ قال خيو إيش تشوف قدامك تخبرنا أو تصور. بالباقر بعد القرية بعد 3 تشرين. زين صورته هي واقفة ما في مي شغال يعني أول القرية. زين ونقول لا بدي مقطع فيديو. صورته بعد زاد بنفس المكان اللي قدام شوي، طبعا ما في حدا، ما فيها عمال ولا في حدا. صورته مقطع فيديو. هذا اللي بعث لي اياه. بعث لي شي 7 صور أو 8 صور. تعرف منين؟ قلت له لا، الا في صورة قلت له هاي بطريق راس العين من عند المكاتب، بمكاتب الدرباسية ما أعرف عاد اسم المكاتب، مصور على الطريق على الطلعة فوق. قلت له هاي عند الطلعة فوق، أما ذنيشة ما أعرف وينه. متطوع شرطة مدنية معه مع الجيش الحر غادي براس العين. كان بالزراعة وتطوع معهم يمكن من شيء تقريبا 8 شهور أو 9 شهور متطوع معهم. شرطة مدنية، عارف إنه شرطة مدنية. بس صورت شو اسمه السوق، صورت الباقر صورة والفيديو. طبعا الباقر كان بسند معمل بطاطا هناك، صورتني يعني. طبعا واقف بس يحفر بالنهار، يحفر بس ما صورته يعني هو يحفر، هو واقف يحفر الأرض تراب واقف.